كيف بدأ المماليك والدولة المملوكية؟ الأول قبل ما أحكي لك إزاي بدأت دولة المماليك، تعالوا نفهم يعني إيه مملوك. واضح من الاسم إن المملوك هو عبد يمتلكه غيره. المماليك قاموا على أنقاض الدولة الأيوبية اللي كان أسسها صلاح الدين الأيوبي، بس أصلهم بيرجع للعصر العباسي بعد ما اعتمد الخليفة المأمون ومن بعده أخوه المعتصم على أعداد كبيرة من المماليك في الجيش، واللي اشتروهم من أسواق النخاسة. المماليك كانوا بيتباعوا في الأسواق دي، وكانوا أسرى حروب من آسيا الوسطى وشرق أوروبا، وكان أغلبهم تراكوة ومنغول وأرمن. ومع الوقت أصبحت قوة المماليك هي أهم قوة عسكرية في أكتر من بلد إسلامية، لحد ما جه الملك الصالح أيوب واعتمد عليهم واشترى كتير من المماليك وهم أطفال، وقام بتربيتهم على الدين الإسلامي وعلى الولاء ليه، ووصلوا في عهده إلى أرقى المناصب في الدولة. بعد ما بدأت الدولة الأيوبية في الانهيار، وتحديدا بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي وتصارع الأمراء الأيوبيين على الحكم، حكم الصالح نجم الدين أيوب مصر سنة 1240. اعترضوا الأمراء الأيوبيين على توليه الحكم وتحالفوا مع الصليبيين ضده مقابل منحهم بيت المقدس. وزي ما قلنا إن جيش الصالح أيوب كان معتمد اعتماد أساسي على المماليك، وخاصة بعد انتصاره في الحروب على الأمراء المتمردين دول. بعد وفاة الصالح أيوب وقتل ابنه توران شاه، انتقل الحكم لشجرة الدر زوجة الصالح أيوب، وده اللي خلى شجرة الدر تتجوز شخص تسكت بيه الجميع على إنه هو الحاكم وهي اللي تحكم في الخفاء، واختارت حد شخصيته ضعيفة تقدر تسيطر عليه، وهو عز الدين أيبك، اللي يعتبر أول مملوك يوصل لسدة الحكم في مصر. هو الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني الصالح النجمي. كان أمير تركماني كان بيخدم مع التركمانيين في بلاط السلطان الصالح نجم الدين أيوب. اتربى على حكم مصر عام 1250 ميلادية بعد ما تنازلت له شجرة الدر على الحكم، في ظروف سياسية وعسكرية شديدة التعقيد، ظروف كان فيها حروب قائمة على الصليبيين في مصر. لقب أيبك بالمعز محاولة لإرضاء الأيوبيين. أيبك كان بيعتمد على 3 أمراء، هم زعيم المماليك البحرية فارس الدين أقطاي الجمدار، وركن الدين بيبرس البندقداري، وسيف الدين بلبان الرشيدي. في عام 1253 نشب تمرد خطير في مصر الوسطى، تحديدا في ديروت، قامت به القبائل العربية المقيمة بمصر بزعامة حصن الدين ثعلب، اللي تصدى له الأمير فارس الدين أقطاي وانتصر وأخمد ثورته. وبعد ما منح أيبك الأمان لثعلب استدعاه وسجنه بالإسكندرية. نجاح فارس الدين أقطاي في سحق تمرد ثعلب، ومن قبل في الانتصار على جيش الناصر يوسف، منحته ومعه مماليك البحرية مكانة ونفوذ جعلت أيبك يتوجس منهم واعتبرهم مصدر للتهديد على سلطانه. ده اللي خلى أيبك يستدعي قطز ويتآمر معه على التخلص من أقطاي ومماليكه. وفعلا قام أيبك بدعوة أقطاي لقلعة الجبل لأخذ مشورته في أمور الدولة، وأثناء ده قام قطز بقطع رقبة أقطاي. ولما تأخر أقطاي في العودة، ظن مماليكه أن أيبك احتجزوا في القلعة، وتجمعوا أمام القلعة للمطالبة بخروجه. وفجأة خرج الحراس وألقوا رأس أقطاي أمام أعين المماليك، اللي اتصدموا من المنظر وفهموا إن أيبك ناوي يتخلص منهم هم كمان بعد ما تخلص من أقطاي. وده اللي خلاهم يهربوا من مصر أثناء الليل. جماعة منهم فروا إلى سلطنة الروم، وجماعة إلى الكرك، وجماعة إلى سوريا اللي كان منهم بيبرس. وأثناء ده كان بيلاحق أيبك ما تبقى من مماليك أقطاي في مصر، خاصة في الإسكندرية، فصادر أموالهم وممتلكاتهم واسترد الإسكندرية منهم، وأرسل إلى حكام المناطق ال3 اللي فروا إليهم المماليك يحذرهم منهم ويحرضهم عليهم، وإنهم خطر على بلادهم بسبب تمردهم. بعد سلسلة من التمردات في البلاد خاصة في الصعيد، أصبح قطز نائب لأيبك في حكم مصر، ومعهم طبعا شجرة الدر اللي كانت بتحكم من وراء الستار، لحد ما جه عام 1257 وساءت العلاقة بين شجرة الدر وأيبك، وخاصة بعد تسلطها على الحكم وعلى حياته الشخصية مع زوجته الأولى أم المنصور. أصرت شجرة الدر إن أيبك يطلق زوجته الأولى،
أيبك ساعتها كان بيسعى لتحالفات تساعده على أيوبيين والبحريين الفارين من مصر. قرر الزواج من ابنة حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ، وده اللي خلى شجرة الدر تحس بالخطر على أحلامها في السلطة، وقررت التخلص من أيبك. وفعلا أرسلت إليه أثناء استحمامه في قلعة الجبل بعض الخدم اللي قاموا باغتياله. بعد حكم المصري اللي دام 7 سنوات، شجرة الدر حاولت تقنع المماليك بأن وفاة أيبك كانت طبيعية، ولكن قطز ما كانش مصدق الحكاية دي، وفعلا عذب الخدم عشان يعترفوا باللي حصل لأيبك، واللي اعترفوا بقتل أيبك بأمر من شجرة الدر. وقام المماليك بالنزاع حول مصير شجرة الدر لحد ما وصلوا لقرار إن هم يحتجزوها في البرج الأحمر بالقلعة. وتم تنصيب نور الدين علي ابن أيبك على الحكم، واللي كان عمره لم يتجاوز 15 سنة ساعتها. بعدها بعدة أيام تم اغتيال شجرة الدر على إيد زوجة أيبك الأولى أم المنصور. وبكده تكون انتهت المرحلة الأولى من حكم المماليك لمصر.